مرة أخرى القدر يهوى إعادة نفس المشاهد. الاتحاد الأوروبي قرر أن يجعل من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد فقرة ثابتة في كل نسخة من دوري الأبطال، مثل فقرة ماذا طبخت أم محمود اليوم في برامج الصباح. مجددا القرعة تقرر جمعهما في ملحق دوري الأبطال، السيتي والريال، الملحمة المستمرة. الريال النادي الذي يتعامل مع دوري الأبطال كما يتعامل المغرب مع الشاي بالنعناع، لا يمكنه العيش بدونه. والسيتي الفريق الذي استغرق سنوات من الصرف والإنفاق حتى تعلم نطق عبارة تشامبيونز ليج بطلاقة. ها هما يتواجهان مرة أخرى في صدام جديد. امبابي ضد هالاند، قمة الجيل الجديد. بعيدا عن التكتيك، الكاميرات ستكون مشغولة بمتابعة الصراع الجانبي بين كيليان امبابي وإيرلينغ هالاند، الثنائي الذي يراد له أن يكون ميسي ورونالدو الجديد. النجم الفرنسي الذي وجد ضالته أخيرا مع الريال وتأقلم بعد مرحلة شك وانتقادات طالت الغزال الفرنسي، والآخر قد يصبح أعظم هداف في تاريخ السيتي قبل أن يتعلم الإنجليزية بطلاقة. هل سيظهر مبابي بشكل ساحر أمام فريق بيب، أم أن هالاند سيواصل تحطيم الشباك دون رحمة؟ كل ما نعرفه أن مواقع التواصل ستكون مليئة بالمقارنات العقيمة بعد كل مباراة. قد تكون هذه المواجهة بمثابة اختبار جديد لعقدة الريال مع فرق غوارديولا، أو ربما فرصة أخرى لغوارديولا ليكتب رسالة حب جديدة للتشامبيونز ليج بعد أن فشل في مغازلتها لسنوات. وفي النهاية، سواء فاز السيتي أو الريال، هناك أمر واحد مؤكد: نحن سنشاهد هذا اللقاء مرة أخرى في الموسم القادم وفي الموسم الذي يليه، وربما إلى الأبد.